السلام عليكم اخواتي وحبايبي واصحابي. النهارده يا جماعه عاوز اقول لكم على حاجه صغيره كده. النهارده واحد صاحبي كلمني قال لي ان الشلاط الفرنساوي ب7 جنيه. الشلاط الفرنساوي ب7 جنيه دي يعني ياما قوي. ياما قوي ليه بقى؟ لان احنا الشلاط الفرنساوي بنستعمله في حاجات كتير، زي مثلا السبحه، زي سائل المروحه، زي الجوز اللي احنا بنشتغلوا بيهم، زي العفريت، حاجات ياما. تمام. فالنهارده لما يبقى ب7 جنيه يبقى ده استغلال، يعني يبقى ياما. للناس بقى الهاويه والناس اللي لسه مبتدئه وبتاع كتير، لما يصرف مثلا يجيب مثلا 10 شلاطات ب70 جنيه، ده كتير قوي يعني. فاهمني. فاحنا زمان ما كناش بنشتري حاجه اسمها شلاطات خالص، ولا كبير ولا صغير ولا فرنساوي ولا انجليزي ولا اي حاجه. احنا كنا بنعمله في الشلاط ده على ايدينا. تمام. كنا بنعمله ايه؟ كنا بنجيبه الباكو ده فرنساوي الورقه 25. فرنساوي الورقه 25. لا، في ناس بتبيعه ب 40 45 50، هو ما بيكترش عن 50 جنيه. في 100 سلاح. 100 سلاح دوت يعمل لك مثلا حوالي 39 شلاط. 39 شلاط. والسلاح اهو، يا رب يكون باين قدامكم. السلاح اهو، بص صغير ازاي. هو بتاع الفرنساوي كنا بنجيبوه وكنا بنربطوا الشلاطات دي على ايدينا. بس انا مش هينفع اربط لكم، يعني مش هينفع اربط السلاح الصغير ده شلاط. ليه؟ لانه مش باين. انا حاولت ان انا اطلعه في فيديو بس لقيته مش باين، وانتم مش هتستفادوا في الرابطه بتاعته لان مش باينه برضه. فهعمله لكم على سلاح كبير. الرابطه هبينها لكم على سلاح كبير، وانتوا بالسلاح الكبير ده هتاخدوا نفس الرابطه اللي انا هعملها على السلاح الكبير، هتاخدوها تقلدوها على السلاح الصغير. وهو سهل جدا الموضوع، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش يعني مش صعب. تمام. وهوريه لكم النهارده وهو بيتربط. والمره الجايه ان شاء الله هعمل لكم فيديو وهو انا بلحمه وانا بعمله لحام. يعني اللي عنده امكانيات يلحم، واللي ما عندوش امكانيات يربط. تمام. وهو الفرنساوي يعني ما فيش فرق عنه خالص. تمام. هنبداوا دلوقتي نربط لكم بالسلاح الكبير ونشوفوا الربطه بتاعته ازاي، وانتوا هتقلدوها على الشلاط، على السلاحات الصغيره، وتعملوا منها شلاطات والعدد اللي انتوا عاوزينه زي ما انتوا عاوزين، وان شاء الله تستفادوا باذن الله. وتعالوا نربط ونشوف. بصوا يا جماعه، دولت الشلاط بيبقى عباره عن 3 سلاحات. فانا هجيب 3 سلاحات اهو. 3 سلاحات اهو، يا رب يكونوا باينين بس في الكاميرا اهو. وبرصهم فوق بعض اهو كده بنفس الشكل ده كده يبقوا مرصوصين فوق بعض. الموضوع سهل وما فيهوش اي حاجه اهو. بصوا يا جماعه، يبقى فوق بعض. تمام. هوريلكم ازاي بيتربط، وان شاء الله تستفادوا وتعملوه وما تحتاجوش ان حد يستغلكم. يعني انا مش عاوز حد يستغلنا. ليه يستغلنا واحنا قادرين ان احنا نعملوا كل حاجه بايدينا؟ يعني احنا نقدروا نعملوا كل حاجه بايدينا. هجيب حته شعر اهو كده مثلا سياق اهي، حته شعر اهي. تمام اهو. وهاجي هنا كده هحط الطرف ناحيه المعلقه لفوق، ناحيه المعلقه لفوق اهو. الطرف اهو فوق يبقى بنفس الشكل ده كده. السلاح الشعر ناحيه المعلقه من فوق. واجيب الطرف التاني اهو، الطرف التاني اهو احطه ناحيه السلاح من تحت اهو. اهو بيبقى بالمنظر ده، واحد فوق، طرف فوق وطرف ناحيه المعلقه اهو. الموضوع سهل وسهل. الطرف اللي انا نزلته لتحت بجيب المداد بتاعه وابدا الف لتحت عشان اربط ال3 سلاحات ما يفلتش منهم سلاح. اهم حاجه الرابطه اللي تحت، هو بياخد ربطتين. اهم حاجه الرابطه اللي تحت عشان السلاح لا يفلت ولا الشلاط يفتح منك، ولا الشلاط يفتح منك. واقوم شادد الطرف اللي فوق اللي هو ناحيه المعلقه ده كده لفوق، واقوم شادد ومأكد الرابطه بتاعتي اهو. واجي بعد كده اقوم عامل جايب الطرف اللي انا شديته ده احطه تاني اهو كده بقى بالمنظر ده ناحيه المعلقه، وابدا الف لفوق لناحيه المعلقه لفوق. وانا بلف يا جماعه اضم واشد عشان ما يفلتش مني سلاح اهو. واشد الطرف اللي انا عملته لفوق اهو اهو، واقطع الزياده دي هتتقطع اهو. وافتح الشلاط كده اهو، افتحه كده اهو اهو. موضوع سهل ومفيهوش اي حاجه اهو. بقى شلاط مفيهاش اي حاجه يا جماعه. انا ادفع 7 جنيه واجيب شلاط فرنساوي ليه؟ ما انا اقدر اعمله على ايدي اهو. هي الربطه سهله جدا، وعملت شلاط وبقى زي الفل. وانسى انسى انسى. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بصوا زي الحديد.
تمام. ده بالنسبه للربط، وهوريكم ان شاء الله فيديو تاني باللحام، وهوريه لكم ازاي يتلحم باسهل برده ما يمكن، وطريقه كلها سهله. يا رب يكونوا استفدتوا يا جماعه معايا. لو عاوزين اعمل لكم رابطه تانيه اعملها لكم عشان تستفادوا اكتر، مفيش اي مشكله. هو الموضوع كله سهل ومفيهوش اي حاجه. بصوا يا جماعه، ما تخليش حد يستغلكم. يعني ما اروحش النهارده انا اجيب جرايات، اجيب شطناره، اجيب نطاط، اجيب جمبري، كل الحاجات صرصار البحر، كل ده يا جماعه بيتلقف من البحر، كل ده بيتجاب من البحر. احنا بنعرفوا نجيبوه، يعني الصيادين بيعرفوا يتصرفوا، والمصريين بالذات بيعرفوا يتصرفوا. انا ما بخليش حد يستغل، انا بجيب الجمبري واجيب العقر وبجيب الشطناره وبجيب كل حاجه، كل حاجه بجيبها من الميه، الجرجله من الميه، الخضره من الميه، كل حاجه بجيبها من الميه. موسم البطاطا داخل علينا ان شاء الله، والشلاط الفرنساوي مهم جدا، بس انا مش هخلي حد يستغلنا، انا هربطه بايدي وهخلي الناس كلها ان شاء الله تربطه بايديها، ومش هخلي حد يستغل الناس بتاعتنا واخواتنا وحبايبنا الصيادين. وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وأعد لكم اللحام، وابقى اوريكم يوم اللحام برضه بالرباط تاني. السلام عليكم حبايبي واخواتي واصحابي.